ومما جرى على البديهة في ذلك الوقت ما قلته في سماحته رحمه الله تعالى، ومن ذلك القصيدة التي نشرت في جريدة الجزيرة يوم السبت الذي يلي وفاته رحمة الله عليه. قلت فيها: مصاب دهى قلبي فسيل أدمعي، وأجج نارا من أسى بين أضلعي، لدن قيل إن الحبر شيخ شيوخنا سليل بن باز بكرة اليوم قد نعي، إمام التقى راعي الهدى مروي الظما، شفاء عليل يبتغي الحق مولعي، قفى سنة المختار قولا وسيرة، فنعم الإمام الحق ليس بمدعي، صبور حليم عالم متعفف كريم تقي عابد ذو تورع، نصوح لرب الخلق والناس جملة، بقول سديد بالدليل مرصع، غضوب إذا نيلت محارم ربه، شكور لذي النعمة كثير التبرع، تمثل نهج السابقين بزينا، فلولاه لم يعرف ولولاه لم نعي، وأظهر دين الله في كل محفل، وثبت أهل الحق في كل موقع، وحارب إشراكا وزيفا وباطلا، وفند أقوالا لأهل التبدع، وكم من صعاب قد شفى القلب نحوها، وكم معضلات قاصمات لها دعي، ففرجها ربي به وأزالها، وأبدلها يسرا وخيرا لمن يعي، فأفضاله جل وأخلاقه علا، وإحسانه عم الورى كل موقع، إلى أن قلت: يا آل باز صبروا النفس حسبة، ويا أمة الإسلام لله فافزعي، فإن مصاب الشيخ قد آلم الورى، فجل مصابا ليس ينساه من يعي، ورحماك رب الخلق بالشيخ إنه رحيم عفو فاعف عنه وأوسعي، فيا رب حرمه على النار رحمة، وأورثه الفردوس غير مفزع، وصل إله الخلق ربي مسلما على المصطفى الهادي كثير التضرع، محمد المبعوث للناس رحمة، شفيع الورى طرا وخير مشفع. هذه جرت على البديهة بان مفاجأة الخبر، وأردت أن أسجل فيها بعض ما أدري الشيخ حتى تبلغ من يتأسى بها وينفعه الله تعالى بها، والله تعالى أسأل أن يتغمده بواسع رحمته.